مشاهدينا في كل أنحاء العالم، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج أغابي أستراليا. مشاهدينا في كل أنحاء العالم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أغابي أستراليا، حيث نحتفل معا بلحظة تاريخية ومؤثرة داخل البرلمان الأسترالي، حيث اجتمع قلوب الحاضرين من سياسيين وبرلمانيين وقادة دينيين من مختلف الطوائف لمشاركة الجالية القبطية فرحتها بعيد النيروز رأس السنة القبطية في أجواء مفعمة بالبهجة والاحترام. عكست هذه المناسبة روح التنوع والتعايش التي تميز المجتمع الأسترالي، حيث عبر الجميع عن تقديرهم العميق للحضارة القبطية وإسهامات الأقباط في بناء أستراليا الحديثة. لقد كانت لحظات مليئة بالحب والدفء، حيث تلاقى التاريخ بالإيمان والثقافة بالوطن في مشهد جسد معنى الوحدة والاحترام المتبادل. بارك الحفل أبينا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف سيدني وتوابعها، وجناب الأب الورع القمص جاشوا تدرس النائب البابوي لمجلس أمناء إبرشية سيدني، ومجموعة كبيرة من كهنة الإبرشية. تابعونا لننقل لكم هذه الأجواء المميزة وكلمات من القلب عبر بها الحضور عن سعادتهم واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية. ما شئت لي بفهمها وبستوعبها بإيماني، منين ما بروح أو أتحرك كلامه الحلو. بدأ الاحتفال بصلاة الشكر لأبينا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف سيدني وتوابعها، وبعدها تم عزف السلامين الجمهوري لكل من مصر وأستراليا. ثم رحب جناب الأب الورع القس جون سوريال مدير مكتب العلاقات العامة بإبرشية سيدني وتوابعها بالحاضرين. It is a great honor to stand here in the Parliament of New South Wales among honourable members. ثم تحدث معالي الوزير ستيف كامبر وزير التعددية الثقافية والشركات الصغيرة والأراضي والممتلكات والرياضة، وذكر دور الكنيسة القبطية في رعاية أبنائها في أستراليا على مدار أكثر من 55 عاماً، وتحدث عن علاقته الوطيدة بأبناء الكنيسة القبطية في سيدني وقياداتها. ثم قدم فريق شمامسة معهد القديس ديديموس للترانيم والدراسات الليتورجية لحنا من ألحان كنيستنا القبطية الخالدة. وتم في هذا اليوم إطلاق رابطة الشباب القبطي عن طريق سكرتير هذه الرابطة الأستاذ مينا نصيف. وقد تم أيضا إطلاق هيئة الأعمال القبطية، وتحدثت السيدة ماجي بستاوروس عن هذه الهيئة وأهدافها. As someone of Coptic heritage, I understand the profound impact of dislocation and dispossession. ثم تحدث معالي السيد مارك سبيكمان زعيم حزب المعارضة في ولاية نيو ساوث ويلز، وتحدث عن دور الكنيسة في رعاية الشباب القبطي في القارة الأسترالية. But to celebrate the vibrancy of the Coptic community in New South Wales and across Australia.
In the past year, we've seen something. ثم قدم كورال كنيسة أمير الشهداء ماري جرجس بمنطقة كينزكتون ترنيمة كنيستي القبطية، وقد أعجب الحاضرون بكلمات الترنيمة ولحنها. بعد ذلك تحدث جناب الأب الورع القمص جاشوا تدرس النائب البابوي لمجلس أمناء إبرشية سيدني، ونقل للجميع تهنئة أبينا قداسة البابا المعظم الأنبا تودرس الثاني ببداية العام القبطي الجديد، وقدم الشكر لبرلمان ولاية نيو ساوث ويلز على هذه اللفتة الطيبة ومشاركة الجالية المصرية والقبطية فرحتهم ببداية العام القبطي الجديد. As well as some of those who have labored tirelessly for our church to be where it is today. May this year of 1742 bring with it peace, prosperity, and joy for our church, our community. بعدها تم تكريم كل من البروفيسور الدكتورة أماني ذكري رئيسة قسم الجهاز الهضمي بمستشفيات سيدني والسيد أندرو سليم على دورهم في خدمة المجتمع الأسترالي. وبعدها تم تكريم أبينا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والأستاذ الدكتور مدحت جرجس استشاري وجراح العمود الفقري بمستشفيات سيدني، والدكتور نيك كالدس مساعد وزير الداخلية السابق لولاية نيو ساوث ويلز، والسيد إدمون عطلة عضو البرلمان، والسيد فايز حنانيا لدورهم القيادي في اعتراف حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بالدستور الجديد لكنيستنا القبطية. Thank you so much for coming to Australia's oldest Parliament House to hold this special event of the Coptic. واختتم الحفل بالصلاة الختامية لأبينا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف سيدني وتوابعها. نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف سيدني وتوابعها، كل سنة ونيافتك طيب، سنة قبطية سعيدة على نيافتك وعلى شعب مدينة سيدني وعلى مصر واستراليا. إيه الرسالة اللي تحب النهاردة نيافتك توجهها لشعب إبرشية سيدني بهذه المناسبة؟ بسم الاب والابن والروح القدس لا الواحد امين. شكرا ليك يا دكتور عفت وقناه اغابي، ربنا يعوضها. الحقيقه اوجه رساله من نقطتين بس. النقطة الأولى تهنئة من كل قلبنا لقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بحاجتين. بعيد الأب هو أب الآباء وأب البطاركة، أب الأساقفة، ربنا يديم أبوة قداسته لينا في عيد الأب كان الحد الفات. والحاجة الثانية التهنئة بعيد الشهداء أو عيد النيروز. الرسالة الثانية اللي عايز أقدمها للشباب والشعب القبطي في بروشية سيدني خاصة يعني عامة، إنه لازم نقتفي آثار آبائنا الشهداء اللي استشهدوا يعني في القرن الأول والثاني والثالث، وأصبح اللاهوتي الكاثوليكي ترتليان بيقول دماء الشهداء بزار الكنيسة. فهم كل واحد فينا بذرة بيتدفن في الأرض، بيموت من التجارب والضيقات والآلام، لكن بيطلع شجرة حلوة هي الكنيسة المقدسة اللي بتقوي عليها كل أنواع الخدمات. فياريت نشهد ونكون زي أبانا الشهداء في محبتهم، في شهادتهم، في شجاعتهم، في تواضعهم، في كل حاجة عملوها، في كرازتهم. يعني هم كرزوا، يعني شهداء ليبيا يعني كرزوا حتى في اليابان. يعني في واحد ياباني آمن بالمسيح بسبب شهداء ليبيا لما شاف الفيديو وشاف شجاعتهم. شماس توماس فكل سنة وانتم طيبين دكتور. ونيافتك طيب سيدنا، ربنا يخليك لينا سيدنا ويخليك للشباب وتعيش وتعلم الشباب. متشكر دكتور عفت، متشكر لماشي وكلكم طيبين. نيافتك طيب سيدنا.
جناب الأب الورع القمص جاشوا تدرس، كل سنة وقدسك طيب. بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب، سنة جديدة، سنة بنتمنى أنها تحمل في طياتها كل الحب والخير والسلام للعالم والمصر وأستراليا. النهاردة قدسك نقلت تهنئة قداسة البابا المعظم الأنبا توادرس الثاني ببداية العام الجديد. عايز قدسك في عجالة تقول لنا ازاي النهارده الاحتفال بيختلف عن احتفالات العام الماضي. انا عارف ان هيكون في تكريم لبعض الشخصيات الدينية اللي كان ليها دور في تغيير دستور الكنيسة مع ولاية نيو ساوث ويلز، وأيضا تكريم لشخصيات عامة كان لها دور في المجتمع الأسترالي وليس داخل الكنيسة فقط. اولا بنشكر قناه غابي لاستضافتنا ودايما تغطيه الاحتفالات بتاعتنا وكل كل المناسبات الكنسيه في سيدني. ربنا يعوض تعبكم ويعوض خدمتكم ودايما تكون خدمتكم كده مليانه بركه ونعمه. طبعا بنتقدم بالتهاني سيدنا البابا المعظم البابا توادرس الثاني يهني كل الجاليه في إبراشية سيدني وكل توابعها، وسيدنا الأنبا دانيال اللي هيكون في وسطينا النهارده ملاك هذه الإبراشية كمان بيتقدم بكل تهانيه لكل الشعب. واحنا طبعا انا بنيابة طبعا عن البورد اوف تراستيز الأمناء للإبراشية نتقدم بكل التهاني بعيد النيروز، عيد الشهداء في كنيستنا القبطية. بنشكر طبعا البرلمان اللي دايما بيفتح أبوابه وبيستضيف هذا الاحتفال الجميل. زي ما حضرتك قلت السنة دي الاحتفال هيكون مختلف، لأن السنة دي ولأول مرة في الاحتفال هنقدم توكنز، هنقدم هدايا رمزية وشهادات تقدير لأراخنة، وطبعا قبل الأراخنة لبعض الشخصيات المباركة في كنيستنا. احنا كان نيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا أنجيلوس أسقف لندن وتوابعها اللي جه وكان ليه إيد كبيرة في الفترة الانتقالية للإبراشية في ال5 سنين اللي فاتوا. وطبعا الأمناء كان في دكتور مدحت جرجس، كان في نيك كالدس، ودي شخصيات طبعا من الأراخنة الكبار في إبراشية سيدني. دكتور مدحت جرجس تاريخه في الإبراشية فوق ال50 سنة. فهذه هؤلاء الأراخنة اللي حقيقي قدموا وتعبوا في الكنيسة كان ليهم إيد في الفترة الانتقالية الماضية ان هم يوصلونا للي احنا فيه. فهيكون في لهم تكريم، وكمان هيكون في احتفال بشخصيتين قبطيتين حصلوا على جوائز من الحكومة الأسترالية، دكتورة أماني ذكري والمحامي المرموق أندرو سليم. هيكون برضو ليهم تكريم وشهادة ترمز إلى تعبهم وقد إيه هم بيرفعوا الراية القبطية في هذا البلد الجميل. الحقيقة قدسك ما نسيتش كمان يمكن الأستاذ فايز حنانيا كواحد من أحد المنظمين لزيارات أبينا المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث الست الأستراليا. الحقيقة الأستاذ فايز كان ليه دور كبير مع في تنظيم هذه الرحلات والزيارات، وما زال ليه دور كبير. هو حاليا هو اللي بيرأس لجنة الانتخابات حاليا لمجالس الكنائس. سنة 25 فيها انتخابات، والانتخابات إن شاء الله تنتهي بعد أسبوعين. أستاذ فايز حنانيا من الأراخنة الكبار برضو في هذه الإبراشية. وطبعا في نقدرش ننسى كمان عضو البرلمان إدمون عطلة اللي كان له إيد كبيرة في النقلة خاصة من السول تراستي للبورد اوف تراستيز. في أحد المحامين البارسترز فرانسوا سلامة كمان هيكون ليه تكريم النهارده. فلا احنا الكنيسة بتاعتنا حافلة ومليانة ناس قلبها كبير، بتحب الكنيسة وبتحب ربنا وبتبذل كل جهودها وكل ما ربنا أعطاها من عطايا ومواهب من أجل تقدم ومجد الكنيسة في هذا البلد. وتسابونا بالإضافة للتكريم
في النهارده هيئتين أو منظمتين بيتولدوا مع بداية العام القبطي الجديد، يا ريت برضو تضعنا في هذه الأجواء. في منظمتين النهارده. منظمه موجوده كان اسسها سيدنا الانبا دانيال فور تجليسه على الابراشيه، منظمه الكوبتيك اورثودوكس يوث اسوسيشن. المنظمه ديت ليها دور وهيتم تفعيلها تاني النهارده، وهيكون سكرتير المنظمه هيلقي كلمه، لكن المسؤول عن المنظمه اللي هو السيد بول اسكندر هيكون برضو ليهم دور ان شاء الله في الفتره الجايه، ان يكون لنا صوت يوصل للحكومه عن طريق هذه المنظمه. وطبعا المنظمه الثانيه الجديده هي الاستراليان كوبتيك بزنس نتورك، اللي حاليا اوريدي فيها فوق 8000 بزنس مشترك او يعرفوهم. هيؤسسوا هذا النتورك، وهتكون معانا السيدة ماجي بسطورس اللي هي هتكون رئيسة هذا المجلس، وإن شاء الله دول يكون لهم دور فعال تاني في رفع رفع الراية القبطية، بس أكتر إن هي يبقى دورنا في المجتمع واضح أمام الحكومة وأمام الجميع عن طريق المنظمات الجميلة دي. قدس أبونا جشوى، كل سنة وقدسك طيب. فرحانين ان احنا نلتقي بقدسك من داخل أروقة برلمان ولاية نيو ساوث ويلز. الجالية المصرية كلها فرحانة النهاردة ان البرلمان بيفتح ابوابه للجالية القبطية. ربنا يديم كهنوتك بصلوات أبينا صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودرس الثاني، وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا دانيال. ربنا يخليكم وربنا يعوض تعبكم دايما، ويا ريت دايما تذكرونا في صلواتكم. تعيش وتسمع حد. عيد شهدائك، عيد شهدائك الأبرار القديسين، نوري نوري نوري. جناب الأب الورع القس جون سوريال، رئيس لجنة العلاقات العامة بإبرشية سيدني، كل سنة قدسك طيب وسنة قبطية سعيدة على قدسك. الحقيقة عايز أسأل قدسك النهاردة عن دور لجنة العلاقات العامة. يمكن في قرار من قدس أبونا جشوى أصدره يوم 14 يوليو هذا العام بإسناد لجنة العلاقات العامة لقدسك. عايز تكلمني في عجالة دور لجنة العلاقات العامة في إبرشية سيدني. شكرا ليك يا دكتور عفت، وشكرا لقناة غابي والمجهود اللي انت بتعمله، ووجودك معنا النهارده في البرلمان دي حاجة كبيرة جدا لينا، فشكرا لحضرتك. دور العلاقات العامة في إبرشيتنا هي تكون جسر بين الكنيسة، وانت تكون جسر بين الكنيسة والمجتمع الأوسع، وننقل صوت الكنيسة ونظهر قيمتنا ونعرف الناس بخدمتنا، بحيث يكون صوت الأقباط مسموع بكل احترام. ودي حاجة طبعا يعني ده دور بيمثل فيه 3 محاور رئيسية، ودي حاجة كبيرة لينا ولازم نركز عليها طبعا. ال3 محاور الرئيسية ديت، أول حاجة فيهم التمثيل بناء علاقة قوية مع الحكومة والإعلام والهيئات الدينية والمنظمات المجتمعية، إن هو بحيث بيكون للأقباط حضور واضح ومؤثر في المجتمع الاسترالي، ودي حاجة لازم نركز عليها طبعا زي ما حضرتك عارف. التواصل دي تاني حاجة، مشاركة أخبار وأنشطة الكنيسة الإيجابية، وخدمة الشباب والعائلات والمحتاجين، عشان كل الناس لازم تعرف، لازم الجميع يعرف إن إحنا بنقدمه، وزي ما حضرتك بتعمل طبعا الشغل الجميل العظيم اللي أنت بتعمله في الكنائس. تالت حاجة ودي مهمة، الدعم، الوقوف مع شعبنا في الأوقات الصعبة،
وتعزيز روح الوحدة والسلام والاحترام المتبادل. دي حاجة مهمة جدا، مهمة ان احنا ندعم شعبنا، مهمة ان احنا ندعم كنيستنا. فده دور عظيم، ويعني انا اشكر ربنا ان احنا معانا تيم جميل جدا، وتيم يعني ايده في كل حاجة. فدي حاجة دي باختصار هي دور العلاقات العامة في الكنيسة. أبونا جون، كل الأمنيات لقدسك وكل العاملين معك في لجنة العلاقات العامة. الحقيقة منتظرين الكثير من لجنة العلاقات العامة، زي ما قدسك ذكرت إنها هتكون همزة الوصل وهمزة التواصل بين الكنيسة وبين الحكومة. كل سنة وقدسك طيب، سنة قبطية جديدة مليانة بالخير والبركة والعطاء والثمار لكنيستنا القبطية المجيدة. كل سنة وقدسك طيب. وانت بخير وسعادة. جناب الأب الورع القمص شروبيم، كل سنة وقدسك طيب، وسنة قبطية سعيدة مليانة بالخير والبركة على الكنيسة وعلى العالم كله. الحقيقة النهاردة شباب وشمامسة معهد ديديموس أمتعونا بالألحان القبطية. ضعنا في أجواء تأسيس هذا المعهد في إبرشية سيدني وإقبال شبابنا على الالتحاق بهذا المعهد. احنا نشكر ربنا خالص أن ربنا سمح لنا أن يبقى في ولاد وشباب عندهم شوق كبير قوي لألحان كنيستنا، وببركة قداسة البابا وموافقته احنا ابتدينا ان احنا نبص على تأسيس معهد له مرجعية في مصر. والولاد كان ده بصراحة كان طلب الولاد ان هم يحفظوا بمرجعية. فدورنا لقينا معهد ديديموس، واستأذنا قداسة البابا ان احنا يبقى ننضم للمعهد، وسيدنا رحب جدا. وابتدينا من 2 بالظبط ان احنا ضمينا شوية شباب كان باختيار الاول، وبعد كده نشكر ربنا بقى في ويب سايت للمعهد، والمعهد اتأسس في سيدني ببركة سيادتنا الأنبا دانييل والآباء الكهنة. وبقينا نشكر ربنا نعمل اجتماعات لحفظ الألحان بالزوم مع مصر. وربنا باركنا في الأيام الأخيرة يعني إن في أحد المعلمين خريجي معهد ديديموس شرفنا في سيدني، وابتدى يقود الولاد ويحفظ الولاد. احنا عندنا مجموعتين، مجموعة سنة أولى خلصوا وبقوا في سنة تانية، ومجموعة انضمت جديد. العام الدراسي في المعهد بيبدأ في آخر يناير من كل سنة، وبنعلن في كل جهات الميديا عن بداية تقديم الدراسة وازاي الولاد تقدم عليها. والمعهد بتبقى فترة الدراسة 6 سنين، وبعدها بياخدوا شهادة ان هو يبقى معلم في الكنيسة للألحان. بياخدوا كل أنواع ألحان الكنيسة بما فيها القداسات وما يقوله الكاهن وما يقوله الشعب. الحقيقة ونحن في أجواء النيروز والسنة القبطية الجديدة شايفين استثمار لمواهب الشمامسة والشباب في الموسيقى. والحقيقة عايز اقترح لقدسك اقتراح النوتة الموسيقية اللي أسسها العلامة الدكتور راغب مفتاح. يا ريت تدرس هذه النوتة بالألحان، ولا سيما في مدارسنا القبطية، حتى نحافظ على تراث هذه الألحان. والحقيقة كنت شاهد عيان على مجهودات الدكتور راغب مفتاح على كتابة هذه النوتة الموسيقية اللي في نسخة موجودة منها في الكونجرس أو مكتبة الكونجرس الأمريكي. احنا بنعمة ربنا هنبدأ برضو من آخر السنة دي ندخل مواد على مواد الألحان، مادة الكتاب المقدس ومادة الليتورجية. وبنعمة ربنا برضو احنا يعني ده اقتراح كويس جدا من حضرتك، نبدأ بنعمة ربنا ان احنا نعلم الواد موسيقى. طبعا ده بيفيد جدا، لان مفروض الذبيحة او ذبيحة التسبيح اللي تقدم لربنا تبقى احسن ما عندنا. فده اقتراح واحنا بنشكر حضرتك عليه. ربنا يبارك خدمتك وتسابونا كل سنة وقتك طيب. حضرتك طيب وحضرتك شكرا. استاذ مينا نصيف سكرتير الكوية، برحب بيك وعايز اقول لك مبروك ان كنتوا بتحيوا منظمة الكوية. منظمة الكوية أسسها أبينا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا دانييل منذ تجليسه على كرسي إبرشية سيدني سنة 2002. كلمنا عن الكوية، أهدافها، إيه اللي بتعمله الكوية؟
احنا دلوقتي الشباب عندنا بنعمل خدمات كتيرة في أستراليا وحوالين العالم كله، والحكومة مش شايفانا. فاحنا دلوقتي بنعمله ده دلوقتي في الاسوسيشن بتاعنا، ان نرجعه تاني نجدده عشان الشباب يبقوا باينين قدام الحكومه، ان الحكومه ممكن تساعدنا في الخدمات بتاعتنا وتساعد الكنائس بتاعتنا في الخدمات بتاعتنا. ايه حضرتك يمكن ذكرت ان الخدمات اللي بتقدمها الكوية بتقدمها للكنيسه هنا وحول العالم. صح. ايه الخدمات اللي بتقدموها للكنائس في سيدني او حول العالم؟ يعني في سيدني كل الكنائس ليها الشباب، ليها اجتماعات الشباب كل اسبوع. احنا عندنا 30 كنيسة وعندنا فوق ال 23 اجتماع للشباب كل اسبوع، والشوية من الكنايس عندهم اكثر من اجتماع كل اسبوع، وكل يوم في خدمة، درس انجيل او تسبحة او عشية او القداس كل يوم الصبح. فاحنا محضرين كل ده للشباب عشان يبقوا قريبين من الكنيسة، وبعديها الشباب بقى من هنا بيخدموا في الكوكوز اللي هو دي خدمات المجتمع، خدمة الفقراء والمشردين. صح. وبنخدم حوالين العالم كمان. يعني من فترة كان في كنيسة ماري مرقس في كينيا مع أبونا أغسطينوس وأبونا جوزيف خطاس، وبنخدم الفقراء هناك، بنبنى مستشفى ليهم، بنبنى بيوت ليهم، بنخدم على الأنبا بولس هناك، وبنعمل كل سنتين بنروح. وفي يناير كنيسة ماري مرقس وكنيسة كوزمان ودميان كانوا برضو في مصر بيخدموا هناك. هو دايما بنعمل خدمات حوالين العالم، وكل سنة دلوقتي اللي هم عيال الثانوية عامة بتاع المدرسة القبطية بيروحوا بيخدموا في فيجي وبيخدموا في تايلاند والفلبينز كمان. فكل الرحلات دي بنعملها تبع الكنيسة، تبع الشباب بتاع الكنيسة، واحنا عايزين نجدد كويا عشان نقدر نوري الحاجات دي للحكومة، ان الحكومة تكون شايفة الفرق اللي الشباب بتاعنا بيعملوا حوالين العالم مش في أستراليا بس. مينا ربنا يوفقكم. منتظرين الكثير من منظمة الكويا. أنا عارف أن شباب سيدني شباب جميل بيخدم المجتمع، بيخدم في أفريقيا، بيخدم في آسيا، وشايفين نشاط الحقيقة الآباء الكهنة كلهم قد إيه بيشجعوا الشباب على خدمة الكنيسة وخدمة المجتمع. ربنا يبارك في كل خدماتك. ميرسي، شكرا. أستاذ أمير سالم، بهني حضرتك في عيد النيروز. الحقيقة الأسبوع الماضي كرمتك وزارة الصحة الأسترالية كسفير للنوايا الحسنة. تحب النهاردة تقول إيه للجالية المصرية وهي بتستقبل العام القبطي الجديد؟ شكرا يا دكتور. أنا فخور جدا أولا أن وزارة الصحة تختارني سفير للنوايا الحسنة في المالتي كالتشر هيلث لسنة 2025، وده طبعا أنا بعتبره تكريم للجالية ككل، وشرف ليا أن أنا بمثل الجالية في هذا المجال. أما بالنسبة لعيد رأس السنة القبطية، فطبعا أنا بهني الشعب القبطي والشعب المصري، لأن احنا برضه ديت لازم نعتبرها عيد رأس السنة الفرعونية، وطبعا اتصبغت بدماء الشهداء، ولذلك احنا برضه لما نفكر في عيد رأس السنة القبطية برضه نفكر في الشهداء الإيمان اللي يعني ثبتوا في الإيمان وضحوا بنفسهم عشان خاطر المسيح. فاحنا يعني بنحسدهم على البركة اللي خدوها وإن هم في السماء، وبنطلب منهم برضه إن يصلوا لربنا لحماية الشعب القبطي في مصر والشعب المصري بصفة عامة. مبروك مرة ثانية أستاذ أمير، ربنا يخليك لنا. الله يبارك فيك، شكرا وكل سنة وانتم طيبين. المهندس همام عوض، عطائك للجالية القبطية على مدار 57 سنة
مش ممكن الجالية القبطية تنساه. عايزين النهاردة في عيد النيروز واحنا بنستقبل السنة القبطية الجديدة، عايزين نقدم لحضرتك الشكر على كل اللي قدمته وعلى كل اللي هتقدمه. أسست كنايس كتير، تحب النهاردة تقول إيه للجالية القبطية؟ والبرلمان بيفتح أبوابه للجالية القبطية والمصرية عشان نحتفل ببداية عام قبطي جديد. بنتمنى إن هذا العام يحمل كل الحب والسلام والخير للعالم كله. في الحقيقة أهم حاجة دلوقتي احنا عايزينها نعمل مكان للمسنين، ان احنا الجالية الوحيدة اللي لغاية دلوقتي ملهاش اي مكان. الجاليات التانية عندها مكان واثنين وثلاثة، فده الحلم اللي احنا الحقيقة نتمناه ان ربنا يساعدنا ونحققه، يبقى في مكان للمسنين، يبقى يقدم لهم الكالتشر واللغة والقداسات ويبقى في دفء عاطفي يعني. واحنا بنرفع الصلوات النهارده، بنتمنى ان حلم حضرتك يتحقق وحلم كل البايونيرز الاوائل اللي حضروا الى استراليا قبل وبعد وصول ابونا مني نعمة الله عام 1969. كل سنه وحضرتك طيب، وسنه قبطيه مليانه بالخير والعطاء، وربنا يحقق هذا الحلم اللي حضرتك بتحلم بيه. بشكرك يا عفت، دايما يعني الحقيقه في كل مجال بنلاقيك دايما موجود. تعيش يا محمد، كنا في صلاتك. Minister Steve Camber, we welcome you on Agape TV, and we are honored with your presence today. Definitely, it is an honor for the Egyptian and the Coptic community to attend this special celebration while we are welcoming a new Coptic year. What is your message today to the Coptic and to the Egyptian community? Oh, look, firstly, I want to say that it's my privilege to be here, and I tend to be here every year to celebrate with the Coptic community, a beautiful community, a wonderful community that I so respect, and so does the government that I represent. But today's a day where we celebrate the new year, the Coptic New Year, and it's one where we reflect. We reflect on the year, we reflect on the future, and we look to the future. And the Coptic community always is a community that has a positive outlook and has a positive perspective on how it engages with community. I think it's always a privilege to have them here in New South Wales Parliament. You've been a great friend with the Egyptian and the Coptic leaders and the Egyptian community. And on behalf of the Egyptian community, we thank you're honorable for your support to the Egyptian and the Coptic community. Definitely, you are among the Egyptian community in any celebration. Look, I feel a real deep connection with the Egyptian Coptic community, in particular. As a child of migrant background myself, there's a real relationship there, and of Orthodox faith myself as well. So I think that's a natural, and that's really helped in terms of engagement. But more importantly, I think the way that the Coptic community has engaged with us has been marvellous. It's been fantastic, and it's so heartwarming and so welcoming. And of course, when you find a community that is so bonded, so disciplined in many ways in terms of doing the right thing by our society and by our we're blessed in New South Wales to have such a model community amongst us. You know, in our wonderful multicultural state, I believe probably the best multicultural example of multiculturalism in the world. But a lot of that's got to do with communities such as the Coptic community. As a minister of multicultural, what is the recipe of success? Look, I think it's really important that, one thing we've got to recognise, we're all here, we're all in Australia, we're Australian, we're a type of Australian, right? And it's a migrant nation. Let's be honest with ourselves, and
sometimes there's lots of challenges overseas and whatever, and we all have sympathy and empathise with people that and troubles, but we've got to make sure that we maintain our harmony here, maintain our social cohesion here. That is of key importance. That's one thing we focused on, especially this government. But it's something that even the Coptic leaders and the Coptic community has focused on throughout the whole period that I've been representing. That's where, if you say to me, why do we get along so well? Because we have shared values. Honorable Steve Kemper, it is an honor for me to meet with you. Every time I meet with you, you give me encouragement word. Your smile melt any stress, and I can see your honorable visiting every day different ethnic community. God bless all your work for the Australian. We are so happy and honored to have you among the Egyptian and the Coptic community tonight. Oh, God bless the Coptic community, and thank you very much for those warm words. Thank you, sir. Mrs. Maggie Bistouris, we welcome you in Agape, Australia, and Happy New Year. Today you launch an association called Australian Coptic Business Network. Can you tell us about this association and what is the aim behind establish this association? Absolutely. So this was a dream for many of us Cops. So the Australian Coptic Business Network, its mission and aim is to try and capture the expansive range of professionals that live in Australia, and not just professionals such as doctors, pharmacists, lawyers, accountants, but also business owners, company owners, enterprise owners, in such a way that we can unify the expansive nature of our business networks, and in unifying be able to best represent our interests to the Australian government on all levels of government. As Egyptian Australians, we contribute so much to the fabric that is Australia, and by having an official registered entity, so we are officially registered as of the 5th of September as a not-for-profit, we will have that platform to be able to unify, provide services for our members, so the Coptic Business Network members, and at the same time be able to actually speak to our government about our interests so that we can have representation. How are you reaching the Coptic people around the world? How are you notifying the business people around the world about this association? So we are launching our website. We're also launching a membership. So you will receive forms, and this form will allow you to become an official member of the entity. And once you become official member, we put you on our domain and you start to get notifications of all of the services. We hope to launch information evenings with successful entrepreneurs, and like I said, best represent ourselves and our interests with the Australian government on all levels to make sure that as tax-paying citizens, and so much of our community provides and contributes so much to the fabric of Australia, that our interests are also best represented and that we get some services back. Maggie, well done. We cannot wait to collect the fruits of this association. God bless all your work for the business people here in Australia, and good luck. Happy New Year. Thank you. السيد بلال الحي عمدة بلدية كندربري وبانكستاون، برحب فيك اليوم. اليوم حضرتك مشرف الجالية المصرية لحضورك احتفال الجالية القبطية والجالية المصرية بعيد النيروز وبداية السنة القبطية الجديدة. ايه اللي تحب النهاردة تقوله
معاليك للجالية المصرية والجالية القبطية بهذه المناسبة؟ أكيد أول شيء بحب أتشكركم على حتى أقدر أكون معكم هون اليوم على الدعوة الكريمة. أكيد بكانبري بانكستاون نحن يوجد عندنا أكثر من ناس متواجدة من أكثر من 150 دولة بيحكوا أكثر من 120 لغة، وأكيد الجالية المصرية هي واحدة منهم، وهي واحدة أساسية من هالجاليات الجميلة اللي موجودة عندنا بكانبري بانكستاون. فاليوم نحن هون ببارلمنت هاوس بنحب نقول للجالية المصرية القبطية هابي نيروز، كل عام وانتم بألف خير، ينعاد عليكم مع عائلتكم بالصحة والعافية يا رب. المجتمع الأسترالي مجتمع متعدد الثقافات نعم. والحضارات والديانات. ايه الرسالة اللي تحب النهاردة توجهها كعمدة بلدية كانتربري وبانكستاون للمجتمع الأسترالي بصفة عامة؟ أكيد نحن بنفتخر بتعدد الحضارات والأديان عندنا بكانبري بانكستاون. نحن مبنيين على تعدد الحضارات والأديان، فبقولوا أنه نحن بالنهاية كلياتنا الدم واحد. أكيد لازم ننتبه على بعضنا ونطلع على بعضنا. وقت ما تكبر الجالية نحن بنفتخر فيهم، ولكن بالنهاية نحن كلياتنا فخورين كأستراليين من بلد معين. نحن بنقول للناس أنه ما تنسوا من أي بلد أنتم جيتوا، وطنكم الأم. ما تنسوا وطنكم الأم، وما تنسوا دينكم وعاداتكم وتقاليدكم. هيدا الشيء اللي جبناه معنا من دولنا، هويتنا. هذا اللي بيعمل كانبري بانكستاون وولايتنا نيو ساوث ويلز واستراليا كبلد شيء نحن بنفتخر فيه جدا. هيدي الهوية الأسترالية، هو تعدد الثقافات والأديان. عمدة بلدية كانتربري وبانكستاون السيد بلال الحي، تشرفت النهاردة بوجودك وسط الجالية القبطية والمصرية. كل الأمنيات ليك عشان تقدم لأستراليا المزيد من العطاء، لأن أستراليا أعطتنا كتير، فمن حقنا أن احنا ندي أستراليا باك. كل التوفيق لحضرتك في مهمتك كعمدة بلدية كانتربري وبانكستاون. شكرا كتير، والله يحمينا هالبلد ويحمي بلادنا بلاد الأم أكيد. أمين يا رب. أشكرك أستاذ بلال. الشماس مجدي معوض، كل سنة وحضرتك طيب وسنة قبطية مليانة بالخير. عايز أسأل حضرتك النهاردة عن أمنياتك للعام الجديد. الحقيقة برلمان ولاية نيو ساوث ويلز فتح أبوابه للجالية المصرية والجالية القبطية. إيه اللي تحب تقول النهاردة بهذه المناسبة؟ طبعا أول حالة بشكر قناة أغابي والدكتور عفت على كل اهتمامهم بكل الخدمات. طبعا بنصلي كلنا إنه يعم السلام على العالم كله ببداية السنة القبطية الجديدة، وده كله يقوم بصلوات قداسة البابا ونهنيه ببداية السنة القبطية، والأنبا دانييل والأنبا دانيال الخف الدير وكل الآباء الأساقفة يصلوا من أجل كل سلام العالم كله يعني. أمين يا رب. صلوات حضرتك. ربنا يبارك خدمتك يا عم ربنا يبارك خدمتك. شكرا يا عم. أستاذ جون إبراهيم، واحد من الخدام اللي بيخدم رقعة كبيرة من الشباب، ايه الرسالة النهاردة اللي حضرتك تحب توجهها للشباب عشان نتعلم من قصص شهدائنا الآباط؟ الحقيقة احنا النهاردة بنبتدي سنة قبطية جديدة، ومع كل سنة بنتعلم دروس كتيرة. أثبتنا وجودنا في المجتمع الأسترالي، ولم تنحصر خدمة الشباب داخل الكنيسة فقط، بل امتدت للمجتمع أيضا. ايه الرسالة النهاردة اللي تحب توجهها؟ كل سنة وحضرتك طيب، وكلنا أقباط إن كان في المهجر ولا في ماذرلاند طيبين. عيد النيروز عيد اللي بنفتكر فيه الشهداء، بنفتكر فيه صلابة إيماننا، بنفتكر فيه أجدادنا اللي علشان يحافظوا على الإيمان ده دفعوا دم ودفعوا أجيال كتير ضحت بكل حاجة علشان خاطر تحافظ على الإيمان. الرسالة اللي هوجهها للشباب إن إحنا عندنا إمكانات وطاقات غير محدودة نقدر نساعد بيها إخواتنا وأهالينا في مصر. ودي أبسط حاجة نعملها، إننا نخرج بره ذواتنا ونخرج بره اهتماماتنا الشخصية، ونقدم من النعم اللي ربنا أداها لنا
محبة لإخواتنا، بالذات إخواتنا اللي عايشين في مصر، لو بخدمة، لو بمساعدات، مساهمات مادية، لو بمساعدات على مستوى التعليم والتنمية والتثقيف. احنا في كوبتك أورفنز لهذا السبب بننزل رحلات، بنشجع الشباب انهم ينزلوا رحلات خدمة في مصر. حتى بنعمل الرحلة فري اوف تشارج، بدون تكاليف للسن، رحلة مجانية للسن من 18 ل 23 سنة. وفي رحلة القبول ليها دلوقتي، الاستمارات ليها دلوقتي علشان هتنزل في يناير. فرصة ممتازة لأن شبابنا اللي هنا يمارسوا العطاء ويمارسوا التطوع في مشاركة حلوة مع أهالينا اللي في مصر. كل الأمنيات لحضرتك، مقدرين كل الخدمات اللي بتشجع فيها الشباب لخدمة الوطن الأم مصر أو في أستراليا. كل الأمنيات لحضرتك أستاذ جون. ألف شكر. وهكذا أحبائنا في كل أنحاء العالم نكون قد أنهينا معكم هذا الاحتفال المبارك ببداية عام قبطي جديد، عام 1742 للشهداء الأطهار. سنة جديدة نبدأها برجاء وثقة في مراحم الله، متشفعين بقديسي كنيستنا وخاصة شهدائنا الذين سفكوا دماءهم حبا في السيد المسيح. من هنا، من قلب برلمان ولاية نيو ساوث ويلز، نرفع قلوبنا بالصلاة من أجل كنيستنا ومن أجل مصرنا الحبيبة ومن أجل أستراليا البلد المضياف، من أجل كل أولادنا المنتشرين في أرجاء المسكونة، أن يحفظهم الرب في إيمانهم. نصلي من أجل سلام العالم ورخاؤه وسلام أستراليا ومصر. كل عام وأنتم بخير، كل عام وقلوبكم ممتلئة بسلام الله، هذا السلام الذي لا يفوقه أي سلام. وإلى أن نلتقي بحضراتكم في برامج أخرى تجمعنا المحبة، أجمل أمنيات من فريق العمل، وإلى اللقاء.